بما اننا خلاص في اخر 2023، فحبيت اشارككم باكتر 3 كتب استفدت منهم السنة دي. الكتاب الاول اسمه ميموري ريسكيو او انقاذ الذاكرة بتاع دكتور آمن. الكتاب ده يعني مهم جدا، ان هو بيعرفك ايه الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك اللي ممكن تكون بتأثر على الذاكرة بتاعتك. الكتاب التاني اسمه ديب وورك بتاع كاتب اسمه كال نيوبورت. الكتاب ده مهم جدا لو انت بتشتكي من مشكلة التركيز. الكتاب بيعرف بالظبط ازاي ممكن توصل لديب وورك او الشغل اللي هو يعني بيقول عليه شغل عميق او بيدي نتائج عالية او فاليو عالية نتيجة ان انت كنت مركز في عمله. الكتاب التالت ويمكن ده اشهرهم اسمه مايند سيت. بيتكلم بقى عن اللي هي بتاعت النمو العقلية الثابتة، فبتعرف بقى ايه الحاجات اللي انت اصلا ممكن تكون بتعملها بتدل ان انت عقليتك ثابتة، وايه الحاجات بقى اللي ممكن تطورها في نفسك بحيث عقليتك تبقى عقلية فيها تطور ونمو. 3 كتب دي يمكن من اكتر الكتب اللي فادتني السنة دي، واللي برشحها جدا ليك تقراها لو انت ما كنتش لسه قريتها.